لا تزال السلال والقفف المصنوعة من الدوم والديس تزين العديد من البيوت الجزائرية، ممن يتشبثون بتراث الأجداد وأصالة الماضي العريق. فالعديد من العائلات لا زالت تحرص على حياكتها وتعليم بناتهن أسرار صناعتها وأسمائها واستخداماتها المختلفة، والتي من أهمها الحصير والسلال والمكناسات والمظلة والمروحة والأطباق والحاويات والقفة، والتي تتميز بأشكالها الجميلة التي تعتمد في الأساس على طريقة ظفرها. نبات الدوم، أو كما يعرف في أوروبا باسم كاميروب هيميليكس، وهو جنس من مغطاة البذور من فصيلة النخليات أو عائلة النخيل. إن تسمية كاميروبس العلمية جاءت من اليونانيين الذين سموه من قبل فينيكس كاميريفس، أي النخيل الملقى على الأرض. يثمر الدوم بذورا صغيرة تشبه حبات الزيتون، وتعرف باسم الغاز، وهي غير صالحة للاستهلاك، وتنبت بكثرة في سفوح المرتفعات وقت بداية الشتاء، وتنمو أيضا بتونس وليبيا والمغرب، وحتى في إسبانيا والبرتغال وفرنسا وإيطاليا واليونان وتركيا. السيد أحمد السرير المدعو بالقهوجي من ولاية التراث والأصالة عاصمة التطري، أحد المبدعين ذوي اللمسة الساحرة التي بقيت تشد بحبال التراث العريق والوثيق بمعمق الهوية وأصالتها، وتصنع المجد وإن كثرت زخارف الحضارة. يداعب شرائط أوراق الدوم ويبدع فيها، ويصنع من وجدانه نماذجا من أوان وأدوات. تجاوز 80 من العمر، لكنه من الرجال القلائل الذين استطاعوا رفع تحدي ممارسة الحرفة منذ نعومة الأظافر. تعد حرفة الدوم من بين الصناعات التي تحتاج إلى الصبر والمهارة. خاف عمي أحمد غمار هذه الحرفة التقليدية التي تشتهر بها كثير من العائلات البلدية منذ القدم، خاصة التي تسكن الجبال منها. عمي أحمد سعى إلى إعالة أسرته والمساهمة في بقاء هذه الحرفة وإحيائها وترسيخها كمساهمة منه في الحفاظ على الإرث الثقافي المتجذر بالمنطقة والمحافظة عليها من الاندثار. تحضر المواد الأولية عن طريق قطفها وتجفيفها في الظل، ثم تبلل بالماء حتى يسهل ليها أثناء عملية النسج، لتلون أجزاء منها بعد الانتهاء، وتغمر في ماء ملون حسب ما تقتضيه الأداة وما تستوجب من لون. ومن بين أهم منتجاتها السحفة المعروفة بالقفة والطبق والمظل وسجادات الصلاة والزينة والحبال وغيرها. لو دارت في التراب ولا حاجة ينتفض بيفي يسمى تخلي هذا الجزء هذايا لانه يساعد انه نحفظ التراب ويساعد انه ثاني تبقى الحصيرة لينة. ايوا ولا في القفة شوف كيف نقيوه لانه شوف القفة كيف نقيوها، يعني ما فيهاش هذاك ما فيهاش هذاك الطيشان على نقيوها ما تستعمل القفة تما هكذايا دير فيها دقيق ولا دير فيها ثوب ولا يبقى حاجة نقية. هذه الحرفة
التي تتطلب جهدا يدويا محتبرا وصبرا نافذا ووقتا طويلا للانتهاء من إعداد شكل من أشكال السلال، حيث يستغرق صنع طبق من أطباق الخبز زهاء 10 ساعات من مرحلة الإعداد إلى غاية الإنتاج النهائي. وحنا بكري كنا نروحو بالزوين للدوم والهوامري. البلاصة هذه يقولها هوامري، سما ذوك راهي عين دم عين دفلة، ولاية عين دفلة تحدى هي أمدية. نقلعو منها ونجيبو نلبسو ونخدمو منو كانس، نخدمو منو الطفل الكبار، نخدمو اللي يعرفو المنظر غاينا نبداو يعرفوني عندك كيف نخدمو خاطر يخدمو كلش عندنا في برا كفايش ومسح نديرو خسائر كبار. ندير الزربية هكذاك ندير خسيرة كبيرة، نديرها جماعة يقعدوا فيها يا حاطة. يمتهن عمي أحمد حرفته في منزله المتواضع، وتمكن من تنظيم وقته بين رعاية العائلة والمهنة بنجاح. يتواصل عمله إلى الفترة المسائية، خاصة عندما تكثر الطلبات على منتجاته، وفي فصل الصيف يستمر في عمله إلى وقت متأخر من الليل. ما قلت لك كان بابا الله يرحمه يخدم هذا خدمة. أنا صغير بالك 7 سنين 8 سنين والله نبقى نشوف فيه كيف يخدم، ومن بعد بشوي توليت نخدم معاه. طيب هذاك التاريخ كنا في برا، كنا نسرح بالمال ونخدم نخمو، ما يخلينيش بابا نخدم، نخمو ونخدم. ومن بعد بديت نخدم واحد خلى شوف دابا قلب لي خدمتي يقول لك منيح يعاوني بالهضرة. اسمها مهنة متوارثة. مهنة متوارثة ورثها. ورثها من ولا يولي لي هكذاك وليت نخدم نروح، وليت نخدم صغيرة هذه درت ميدونة صغيرة يقولها ميدونة، كانت فاتحة يحطوا في قلب الرحى ويطحنوا هذا. كيما هذاك كي يحب يخدم يحطوا الرحى تاع اليد هذيك تعرفها؟ هذا يحطوها هنا في قلبه ويديروا جنبه ويطحنوا والدقيق يخرج يطيح منه، يقلعوا الرحى والدقيق هذاك يبدا هنا يصيروه ويخرجوا. واش اسمه هذا الحاج؟ هذا هو اسمه التفال. تفال. هذا يكون يسميوه التفال. نعطيكم بعض الاشياء اللي مصنوعه من الذوب، اللي مازال هذه الحرفه تمشي عندنا ومازال حتى حنا نستعملوها، ورانا نلاحظوا اللي حتى كاين بعض المناطق اللي راهي تستعملها. مثلا هنايا عندنا هذو القفات اللي حنا رانا عندنا مثلا القفه الكبيره واللي في المنطقه تاعنا نسموها سهفه، هذه الكبيره وهذه الصغيره اللي بعدها، وعندنا هذه الصغيره فيهم. هذه السهفات كيما نقولوا في المنطقه تاعنا، والقفات هذو نستعملوا كل وحده عندها السمه تاعها. مثلا هذه الكبيره يديها الراجل باش يقضي بها من السوق، لانه تعتبر ستره. يعني احنا تاع بكري كانوا يعتبروا القفه هذه تستر الشيء اللي يجيبوا، مانا يقضيو فيها. كاينه القفه اللي يديو فيها الماكله الخدامه في الارض، وين يحرثوا وين يحصدوا وين كذا. وهذه الصغيره اللي يديروا فيها القهوه، ايضا يديو فيها القهوه الخدامه، لانه احنا في المنطقه تاعنا معروفين اننا نكرموا
خدام، سواء كان من الدار هو اللي يخدم او واحد اخر براني فيكرموه بالماكله ولا بالقهوه. عندنا ايضا من الدوم يصنعوا هذه المصلحه اللي كما يقولوها اللي هي المكنسه، ولا المصلحه اللي يستعملوها باش يكنسوا في زمان لانه كانت التراب كانوا يصلحوا بها. ايضا من الدوم ومن الحلفه نصنعوا القنونه، هذه تسمى قنونه وهذه يندار لها القطران وتولي يشربوا فيها. هذه يفرغوا فيها من القربه اللي كنا شفناها، يفرغوا فيها من القربه ويشربوا فيها الماء. ايضا كي يكون بالقطران يولي الماء ما يسيلش، على بالي بزاف يشربوها يقول لك هذه بعد الماء يسيل، نهار يديروا لها القطران تولي الماء ما يسيلش منها، اللي تقدر تهزها في شغل راك هاز كاس. عندك هذو الاطباق، وقلنا باللي ناسنا تاع بكري او جدودنا تاع بكري كانوا يحافظوا على الحاجه وكانوا يقتصدوا، كانوا اقتصاديين، كانوا عايشين كل واحد على حسب المقدور اللي عنده. مثلا هما بكري كانوا وين يلقاو يخدموا بالحاجه اللي عندهم. مثلا هنا هذا مصنوع من حلفه ومصنوع من هاد الاشياء اللي كتشوفوها هادو، هذا عباره عن شخاير تاع الحليب، شخاير تاع الحليب يخدموهم يلويو بهم ويشوف يعني كيفاش يتحفوا، كيفاش كان عندهم طولة البال باش يتحفوا حاجه ويخدموها يستعملوها يحطوا فيها الخبز وفرحانين وماهمش محتاجين حوايج واحد اخرين، يحتاجوا ابسط الامور. هذا ثاني الطبق تاع الخبز، هذا يسموه الطبق وهذا ثاني يسموه الطبق تاع الخبز، ايضا مخدوم من الحلفه والدوم يلونوه، يعني الدوم يصبغوه. صناعة السلال حرفة تميزت بالإتقان والدقة والجمال. كانت في الماضي من ضروريات الحياة، لأن المرأة في المدية كانت تؤمن معظم احتياجاتها من المنتجات المصنوعة من الدوم. أصبح التراث المحلي وإعادة تمثيله وإحياؤه هدفا للمؤسسات المحلية والوطنية والدولية، وهذا لارتباطه بالجدل حول الهوية وتعريفها. مما لا شك فيه أن عاصمة التتري قد ساهمت في تثمين التراث الثقافي المادي وغير المادي بمختلف أنواعه، والذي يصور المراحل التي مرت بها هذه المنطقة.